هو صحيح ان انا لازم اشيل الفيشه من الشاشه علشان احافظ عليها اثناء عدم التشغيل يعني، ده اللي هنعرفه من الفيديو ده. بس انا عايز اقول لك الاول احنا ليه بنعمل الفيديو ده. كان في كده من فتره حد طلع قال انه علشان نحافظ على الاجهزه بتاعتنا نشيل الفيش منها اثناء عدم التشغيل. بعديها على طول طلع واحد تاني رد عليه، عمل فيديو كده وقال النقط دي اللي احنا هنعرف فيها كلامه صح ولا لا يعني. قال اول نقطه انه فصل التيار نهائيا عن الشاشه بيتلف المكونات اللي جواها وبالتالي بتتلف. تاني نقطة قالها إن الأجهزة على وضع الستاند باي مش بتستهلك كهرباء خالص، ده يا دوب حجر ساعة في السنة، ده تعبيره يعني. قال برضو إن الكهرباء لو عالية فهي كده كده هتحرق بقية الأجهزة، فإحنا نركب أحسن منظمات جهد علشان نحافظ على الاجهزه كلها. النقطه الرابعه قال الشركات اللي بتقول لك كده، بتقول لك شيل فيشه، هي بتشتغلك عايزه تبيع لك كتير، فهي عايزه تبوظ اجهزتك يعني. والنقطه الخامسه تقريبا بيقول انا بكلمك من تجارب، لما بتجي لنا اجهزه بايظه في المركز بنكتشف ان هي باظت بسبب العيب ده، الفيشه كانت بتشيل منها يعني. فاحنا هنرد على الكلام ده ونشوف هو كلام صحيح ولا لا. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. دكتور هندسه. اول نقطه هو قال انه فصل التيار نهائيا بيتلف الشاشات. بص، الأجهزة لما فعلا بتفصل عنها التيار نهائيا لمدة سنين، شهور وسنين، بتتلف بسبب تلف بعض المكونات الإلكترونية اللي هي المكثفات. هي المكثفات بس اللي احنا بنخاف عليها، وهو قال كده في الفيديو، قال إن المكثف جواه مادة بتنشف والكلام ده. فالشاشة لما انت بتشيلها من الكهرباء شهور وسنين المكثفات بتتلف، الكلام ده صحيح. لكن هل الستاند باي أصلا بيحافظ عليها من الكلام ده؟ المكثفات اللي انت خايف عليها دي هي بعيدة او دايرتها بعيده عن دايره الستاند باي، فانت لو حطيت الشاشه على الستاند باي لمده شهور وسنين وما شغلتهاش فبرضه نفس العيب هيحصل، انه المكثفات اللي هي في دايره اخرى هتتلف. يعني مش الستاند باي اللي بيحافظ لك على مكثفات الشاشه كلها، لازم اصلا تشغلها. طيب انت بقى لو شغلتها بمعدل في الاسبوع ساعه واحده وشلت الفيشه طول ما هي متشاله، خلاص انت كده مجرد انك شغلتها في الاسبوع لمده ساعه واحيانا في الشهر كمان لمده ساعه، انت كده حافظت عليها خلاص. شيل الفيشه مش هو اللي هينشف المكثفات، ما هي بالفعل اشتغلت، انت شغلتها في الاوقات اللي هي مش شغاله فيها، انت شلت الفيشه خلاص مفيش مشكله، لان انت خلاص انت مجرد ما شغلتها فالمكثفات اشتغلت شويه والماده يعني ما نشفتش بقى خلاص. بيقول برضو ان الاجهزه على وضع الستاند باي مش بتستهلك كهرباء خالص، ده يا دوب حجر ساعه في السنه. طيب انا هوريك تجربه. قسنا الشاشه على الستاند باي لقيناها بتاخد 3 من 100 امبير، هي قيمه صغيره جدا، ولكن هي بالمقارنه بالامبير اللي بتاخده وهي شغاله بتاخد 24 او 23 من 100 امبير، وهي مش شغاله على وضع الستاند باي 3 من 100 امبير على الاقل، احيانا بتاخد 4 او 5 وبتبتدي كمان بسبعه، يعني اول ما نشغلها على الستاند باي بتاخد 7 امبير في الاول، 7 من 100 امبير في الاول، ولكن بتنزل بعد كده ل 3 من 100 امبير، لكن على الاقل 3 من 100 امبير. معنى كده ايه؟ يعني هي لو اشتغلت ساعه كانها اتحطت على الستاند باي 7 ساعات، يعني انت لو حطيت الشاشه على الستاند باي 7 ساعات كانها اخذت ساعه تشغيل. تمام؟ يعني هي على الستاند باي بتعادل لمبه موفره تقريبا 7 واط. لو انت في جبت لمبه كده 7 واط وشغلتها كانك مشغل، كانك حاطط الشاشه على الستاند باي. دي قيمه كهرباء، باكد دي قيمه كهرباء ضعيفه، ولكن برضو في شويه كهرباء. هل هي فعلا بتاخد حجر ساعه في السنه؟ حجر ساعه لو افترضنا ان هو 1 امبير، مش هقول لك بقى نص امبير او 250 ملي امبير، يا عم خليه 1 امبير، يعني هيكفيها فقط في الستاند باي هيكفيها 33 ساعه فقط. واصلا انا بتكلم في ايه؟ حجر الساعه ده 1.5 فولت، الشاشه عايزه 220، فانا الحسبه اللي بقول لك 33 ساعه دي لو افترضنا ان الحجر هيطلع 220 فولت اساسا بالامبير بتاعه مش هيكفيها 33 ساعه. ففكره حجر ساعه في السنه دي بعيده شويه. طيب بيقول ان الكهرباء لو الكهرباء عاليه فكده كده هتحرق بقيه الاجهزه بسهوله. لا النقطه دي صح، هي فعلا لو الكهرباء عاليه هتحرق كل الاجهزه، ولكن الاجهزه الالكترونيه هي اضعف ضد الكهرباء، فالكهرباء لو جت 250 مثلا 250 فولت مش هتأذي التلاجة، لكن ممكن تأذي الشاشة. برضو الكهرباء لو جت عالية بشكل مش كبير وما حرقتش الشاشة فعلى الأقل هتقلل من العمر الافتراضي بتاع المكونات الإلكترونية. يعني لو الكهرباء على طول مرتفعة 235 240 245 ممكن ما تحرقش الشاشة وقتي، ممكن ما تحرقش الأجهزة، ولكن مع الوقت بتقلل العمر الافتراضي. فأنا ليه أسيب الفيشة؟ ليه ابقى مضطر للكلام ده؟ بيقول لك برضو انا بكلمك من تجارب، لما بتجيلنا اجهزه بايظه بنكتشف ان العطل عشان شيل الفيشه.
برضو الكلام ده يعني بعيد عن الصحه تماما، لانه لما الجهاز بيجي بايظ انا صعب اكتشف ان هو تلف بسبب شيل الفيشه. ليه؟ لان لو افترضت انه حتى الجهاز جاي لي بتلف انه المكثفات منتفخه وتلفه، فانا ما اقدرش اكد ان المكثفات تلفت بسبب شيل الفيشه، لانه في اسباب كتير جدا تؤدي لتلف المكثفات. اولا العمر الافتراضي، لها عمر افتراضي وبتنتفخ بعدها، الماده بتبوظ بعدها. ثانيا ان الكهرباء مثلا بتيجي عاليه كتير وبتاع، فبتؤدي لانتفاخ المكثفات. لكن ان انا بشيل الفيشه 8 ساعات في اليوم فده يؤدي لانتفاخ المكثفات، الكلام ده باكد غلط تماما. وما ينفعش ان جهاز يجي لي بايظ اقول ده بسبب شيل الفيشه، ما اعرفهاش. ولو فني او اي حد قالك انت الجهاز تلف عشان انت بتشيل الفيشه 8 ساعات في اليوم وقت ما انت بتكون نايم، فالكلام ده غالبا 99% غلط، يعني ما كانش 100% غلط كمان. وهو مش لاقي حاجه يقولها لك فبيقول لك بيبيع لك اي حاجه يعني خلاص ان هو عنده سبب، بدل ما يقول لك انا مش عارف، لان هو فعلا مش عارف. ودي حاجه ما تعيبوش. يعني انا لما يجي لي جهاز تلف مكثفات منتفخه وانا مش عارف سبب انتفاخ المكثفات، هل بسبب ان هي اتركنت شهور، ولا هل بسبب ان ارتفاع كهرباء، ولا هل بسبب عمر افتراضي، ده ما يعيبنيش. لكن بالنسبه للعميل بيحس انه الفني اللي ما بيقولوش سبب بيحس ان دي حاجه عيب، انه الفني كده مش عارف شغله يعني. فعشان كده الفني بيلجأ انه يقول اي سبب وخلاص، عايز يقول اي حاجه وخلاص يعني. واخر حاجه انا عايز اقولها، انا كنت ممكن اجيب الفيديو ده واحطه كده قدامك ويقول نقطه نقطه ونقعد نرد عليها، وكان الفيديو هيبقى احلى بكتير على فكره، كان هيبقى شكله احلى. ولكن انا مش حابب اسلوب ان انا اجيب حد واغطي وشه وارفع كلامه او اسرع كلامه، يعني الاسلوب ده شويه مش بالنسبه لي هو اسلوب رخيص يعني. بالنسبه لي هو اسلوب ما احبش الكلام ده. انا بحاول اعمل حاجه بجاهد نفسي. احنا كلنا بنعمل حاجه بنبقى عايزين نلاقي تقدير في الدنيا ونقول للناجح اهو والجامد اهو، فانا اكيد عايز ان انا الاقي الكلام ده، ولكن بجاهد نفسي بقول يا رب يعني اتمنى ان ربنا يقبل الحاجه. فمش عايز اشوهها بان انا ادمج كلام واحد تاني. وغالبا الراجل اللي انا رديت عليه ده غالبا ما دام انت متابعني فانت اكيد شفته غالبا، فلو شفته اديك عرفت ان الكلام ايه الصح بالنسبه لك وايه اللي تنصح بيه العملاء بتوعك او تعمله في بيتك. ولو انت ما شفتش الفيديو بتاعه ف يعني ما اتمناش ان انا اظهر على حد تاني، يعني انا حبيت اقدم المعلومه وخلاص. اتمنى من الله انه يتقبل العمل ده. ارجوك ما تنساش والدي ومحمود اخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.